ولازم يا صديقي القصية لازم تكون ايه مش واسعة، لازم توصها كده علشان الزاوية تطلع زي ما انت شايف. زي ما انت شايف كده ايه الزاوية تمام التمام، واللحامات برضو مية مية. وادي تركيبها برضو لازم نملاها شوية مية. الطريقة دي يا صديقي علشان وش البلاطة ما يتجرش، ولازم تكون تطبيعتها كمان كده. هي فرز تاني البلاطة بس لازم نطبعها كويس، مخليش لحمها واسع ولا ملمسها فيه زاوية عالية أو زاوية واطية عن التانية. لازم الشغل يكون طالع معاك سليم زي كده. وزي ما حضراتكم شايفين اللحمات اهي طالعة حاجة نظيفة مع انها فرز تاني وكده، بس لازم تخدم الشغل ولازم تطلع الشغل لحمات نظيفة كده من حيث الملمس او شكل اللحمات. وتابعونا علشان يوصلكم كل جديد في القناة مع قناة العالمي حاتم للسيراميك. واي استفسار عن اي حاجة في الشغل، في تركيب الشغل، في لمسات الشغل، في فنيات الشغل، راسلونا ونرد عليكم في أسرع وقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.